الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي وبيوصل 47 جنيه و74 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم. سعر الدولار الأمريكي يحافظ على استقراره قدام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم من غير أي تغييرات كبيرة في البنوك. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 47 جنيه و74 قرش للشراء، 47 جنيه و88 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 47 جنيه و75 قرش للشراء، 47 جنيه و85 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 47 جنيه و72 قرش للشراء، 47 جنيه و82 قرش للبيع. في بنك البركة سجل الدولار 47 جنيه و72 قرش للشراء، 47 جنيه و83 قرش للبيع. في بنك إكريدي أكريكول وصل الدولار 47 جنيه و75 قرش للشراء، 47 جنيه و85 قرش للبيع. بشكل عام السوق هادي في بداية اليوم، والاستقرار ده بيخلي الكل مترقب لأي تحرك جديد خلال الفترة اللي جاية حسب المعروض والطلب وأي مستجدات اقتصادية. لو عايز تتابع أسعار الدولار أول بأول وتعرف أي تحديث جديد في البنوك في ساعتها، متنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل الجرس. سلام.